أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة وجولة سياحية ثقافية فنية في شنطة سفر. وحشتونا جدا جدا. طبعا ما قدرناش نتقابل معاكم الاثنين اللي فات عشان ما كانش فيه اتصالات، كانت الخدمة مش متاحة. وطبعا البطل الرئيسي اتصالاتنا وتواصلكم معانا من خلال التليفون. النهاردة كالعادة هنختار عاصمة، أو اخترنا بالفعل عاصمة من عواصم الدنيا الكبيرة، لكن هي عاصمة عربية ليها تاريخ كبير جدا جدا وعاش على أرضها ثقافات وحضارات كتير، وهي طبعا بغداد عاصمة دولة العراق الشقيقة. هنسأل بعض الأسئلة ونعرف معلومات جديدة عنها وممتعة جدا، ونعمل ريفرش كده لكل معلوماتنا عن بغداد. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين وكالعادة أصدقائنا طبعا الدائمين هم عارفين، لكن أنا بوجه الكلام ده لأصدقائنا الجدد اللي بيتابعونا وعندهم رغبة أن هم يشاركونا في مسابقتنا. شايفين حضراتكم رقم التليفون اللي موجود على الشاشة، حضراتكم هتتصلوا بيه ويتم التواصل معاكم وتشاركوا معنا في مسابقتنا شنطة سفر. تعالوا كده نتجول معا في بغداد الجميلة ونرجع نبدأ مسابقتنا، وبعد كده طبعا انتوا عارفين. طيب عشان اختصارا للوقت بقى مفيش فاصل، هنتجول كده في الاستوديو مع بعض، ومعانا صديقتنا إيمان من بورسعيد. أهلا بيكي يا إيمان. إيمان. السلام عليكم. أهلا بيكي، أخبارك إيه؟ يا سيد المجد والعبيد يا سيد عبيد. مساء السعادة يا إيمان، مساء الجمال اهلا بيك، الحمد لله على السلامه يا سيد عبيد، وتحياتنا للاستاذ وائل وقصه البرنامج كمان انت، وكل سنه حضراتكم دايما طيبين بصحه وسعاده يا رب. الله يسلمك الله يسلمك. قولي لي أخبار الجو عندكم إيه في بورسعيد؟ الجو حلو ولطيف كده ولا حر؟ لا ده الجو عندنا بسم الله ما شاء الله حر جدا. حر؟ يعني مش قوي كله حر برضه متهيألي الحراره انتوا الشمس كانت حاميه النهارده شويه والله وفي رطوبه، بص الحراره في رطوبه برضه. ايوه بس عموما اكيد انتوا جوكم الطف وفي من رطوبه جو. كده، الرطوبه داخله مع الحر. اكيد جوكم الطف من جو القاهره برضو اه علشان البحر يا ايمان. انت طبعا سمعتي ان احنا هنتكلم النهارده عن بغداد عاصمه بغداد عاصمه العراق، تمام؟ وانا عارفه ان كمان النهارده جوها حر جدا ماشي، ايوه تمام. نبدا مسابقتنا. يلا، جاهزه يا ايمان؟ ان شاء الله. طيب يلا، سؤالنا بيقول يلا ان ايه؟ شاء الله. سؤالنا بيقول ما هو اللقب ان شاء الله الشهير؟ ان شاء الله استاذ عبيد. إن شاء الله. يلا يا حبيبي. ما هو اللقب الشهير لمدينة بغداد؟ هل هو مدينة النور، مدينة السلام، مدينة الذهب، مدينة الحدائق؟ هو السؤال مش ظاهر على الشاشة ليه يا شباب الوطن؟ طب السؤال ماشي على الشاشه ليه عشان اعرف بس السؤال. طيب بصي يا حبيبتي، عشان لسه يعني هيتكتب على الشاشة. بنقول اللقب الشهير اللي اتعرفت بيه مدينة بغداد، هل هو مدينة النور ولا مدينة السلام ولا مدينة الذهب ولا مدينة الحدائق؟ اختاري واحدة، النور ولا السلام ولا الذهب ولا الحدائق يا إيمان؟ أهو طب ظهر السؤال ممكن قدامنا. مدينه السلام. مدينة السلام؟ لا، قدامك لسه 3 اختيارات، اختاري واحد منهم. هي مدينه السلام. اسم تاني، عندك النور، طب الذهب، عند... طب عندك النور، الذهب، الحدائق. اختاري واحد من ال3 دول. الذهب، طب يبقى النور، رقم واحد مدينه النور رقم واحد. النور.
طب نشوف كده الكمبيوتر هيختار ولا لأ. النور ان شاء صح الله. ولا غلط حالا؟ برافو عليكي، هي مدينة النور يا إيمان، هو اللقب الشهير. طيب الكمبيوتر طيب استني، عشان كده حصل لخبطة يا إيمان، معلش. للأسف مش هو مدينة النور، معلش. طيب إيمان هستنى اتصالك، أوكي. طبعا مدينة بغداد من العواصم العربية اللي لا تقل أهمية عن القاهرة، اللي عاش على أرضها حضارات كثيرة جدا، الحضارة الفينيقية والسومرية وحضارة الفرس، وبعد كده طبعا دخل الدين الإسلامي. وطيب هنكمل معلوماتنا ومسابقتنا لكن بعد ما نرفع أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. اتفضلوا.
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، وشنطة سفر ومسابقتنا النهاردة معلومات عن بغداد عاصمة العراق. ومعانا أعتقد إن هو صديق بيتصل بينا أول مرة، محمود من اسكندرية. ايوه. أهلا يا محمود. الو. أيوة سامعاك، أهلا بيك. علاء محمود. علاء، أهلا يا علاء، أهلا بيك. أنت علاء. أيوة سامعاك علاء. قول الله لي يخليك يا أهلا، ولد. أنت أول مرة تتصل بينا؟ أول مرة؟ ألو. لا صديق جديد، صديق جديد في البرنامج. إن شاء الله صديق جديد، وإن شاء الله تبقى صديق دائم صديق بإذن جديد في الله. البرنامج. أهلا بيك، وإن شاء الله تبقى صديق دائم. طيب علاء، إحنا أسئلتنا النهاردة عن بغداد. اهلا وسهلا. جاهز؟ جميله بغداد. طيب يلا، طبعا من العواصم العربية الكبيرة. والسؤال جاهز. السؤال بيقول ايه؟ هيظهر عندك السؤال واربع طبعا. اجابات، تختار اجابة. السؤال بيقول: ما هو اللقب الشهير لمدينة بغداد؟ هل هي مدينة النور، مدينة السلام، مدينة الذهب، مدينة الحدائق؟ مدينه الحدائق. مدينه الحدائق. ما نتهورش يعني، ما نتسرعش كده، نفكر. هي مشهوره بحدائق بابل طبعا. طبعا مشهورة بحدائق لا بابل. حدائق. طب هي هساعدك عشان أول مرة تتصل بينا. هي الحدائق مش صح. فأنت عندك دلوقتي مدينة النور أو السلام أو الذهب. عندك 3 اختيارات: النور، السلام، يبقى الذهب. الذهب. مدينة الذهب؟ يبقى متأكد؟ الذهب. متأكد؟ لسه قدامك فرصة. متأكد؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ما يعني خلينا مرنين شوية. ان شاء الله. طب مصمم. طب نشوف كده للأسف هي مش مدينة الذهب. أيوة يا هي. علاء مش مدينة الذهب. بص بقى، عشان انت لسه جديد ومش عارف نظام برنامجنا، انت هتقفل الخط دلوقتي وترجع تتصل بينا تاني. يعني انت لسه ممكن تكمل معانا البرنامج او الحلقة للنهاية. اوكي؟ طيب معانا صديقنا الدائم احمد جمال. اهلا بيك يا احمد. اهلا بيكي. ازي اخبارك ايه؟ طبعا ايوه، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. طبعا استنتنا الاسبوع اللي فات واحنا ما جيناش، صح؟ طيب يلا، سؤالنا بيقول ايه يا احمد؟ سامعني؟ طب نشوف السؤال على الشاشة. احمد منى. احمد. ايوه. ايه رحت فين؟ السؤال بيقول: ما هو اللقب الشهير لمدينة بغداد؟ هل هو مدينة النور، مدينة السلام، مدينة الذهب، مدينة الحدائق؟ متهيألي رقم 4، مدينة الحدائق. كم في المية؟ يعني هو كان تقريبا الإجابتين اللي هي النور والذهب غلط. متهيألي مش مدينة السلام يعني. وكمان برضو في حدائق بابل المعلقة تقريبا يعني في العراق، فممكن يعني تكون الحدائق يعني رقم 4. أنا مش عارفة أقول لك إيه بصراحة يعني أنت حطيتني في كورنر، أنا مش عارفة أقول لك إيه. طب نختار بقى ما بين 2 و2. آخر لخبطة، إيه رأيك؟ هو الصوت يعني معلش الصوت؟ في مشكلة تقريبا شوية، فيعني ممكن أسمع من التلفزيون. طب أنت بتسمعني من التلفزيون ولا من التليفون؟
الشبكة لا سيئة. كنت بسمع من التليفون دلوقتي، من التلفزيون بقى عشان الصوت يبقى أوضح يعني. طيب اوكي، ما فيش مشكلة. اختار بقى، ما انت لسه قدامك 4 اختيارات. ها. يعني هي الحدائق غلط؟ اه. خلاص بقى يبقى مفيش غير السلام هو متهيألي يعني. حظك بقى، ايوه هي فعلا مدينة السلام. يلا هنعديها المرة دي بقى ايه، علشان معلش. واضح ان السؤال ده معصلج مع ناس كتير. في طيب مشكلة السؤال بتاعي. الثاني بيقول ايه يا احمد؟ من هو الخليفة الذي أسس بغداد؟ هل هو هارون الرشيد، المنصور، المأمون، المعتصم؟ لا متهيألي الإجابة رقم 1 هارون الرشيد. انت ليه مندفع على طول كده؟ ليه بتندفع على طول؟ مم. يعني في حاجات كده بتبقى أحيانا الواحد حاسس إن هو هي ممكن عدل الناس عليه. تتخيل كده، الناس تتخيل ان هو هارون الرشيد، بس هو مش هارون الرشيد على فكرة. لان هو تقريبا هو اشهر خليفة. آه يعني هو اشهر خليفة في الخلفاء الاربعة دول. هو اسمه الاولاني ابو جعفر، والاسم التاني ليه اللي موجود في عارف الاجابة، يبقى ابو جعفر ايه؟ يبقى أبو جعفر المنصور. برافو، ابو جعفر المنصور، برافو. انا بسقف لك قبل ما الكمبيوتر يقول لك صح. شكرا. كويس، شغالين كويس اهو، مستمرين كده. هندخل على السؤال الثالث بالنسبة لأحمد جمال. بيقول سؤال: في أي عام تأسست بغداد؟ 762 ميلادية، 800 ميلادية، 750 ميلادية، 820 ميلادية؟ مم. اختار بسرعة عشان الوقت. 762، 800، 750، التواريخ 820. يعني مش عارف يعني هل طب أنا هحذف لك إجابتين، هنحذف 2 و4، يبقى عندك 1 و3. يبقى رقم 1 782. 62 بقى، مفيش 782 أصل. أنت قلت إجابة رقم 1 اللي هي 700. برافو عليك، 762. وندخل على السؤال الرابع: ما هو النهر الذي يمر عبر بغداد؟ ده سهل جدا بقى. الفرات، النيل، دجلة، الليطاني؟ هو يعني بص هو دجلة والفرات في العراق. برافو، بس فيهم نهر يعني هو صح، دجلة، يعني احنا مستبعدين النيل والليطاني، اوكي؟ لكن هم اللي موجودين فعلا في العراق الفرات ودجلة، لكن نهر واحد بس هو اللي بيعدي من بغداد، اللي بيمر عبر بغداد، الفرات ولا دجلة؟ ممكن اقول دجلة يعني. دجلة. طيب نشوف كده. برافو عليك، هو يعني دجلة. برافو عليك يا أحمد، هو دجلة، هو النهر الذي يمر عبر بغداد. وندخل على السؤال الخامس لأحمد جمال. بيقول: ما اسم أشهر سوق تاريخي في بغداد؟ خان الخليلي، سوق الحميدية، سوق المتنبي، سوق واقف؟ في أسواق أنت هتستبعدها طبعا، طبيعي، لأن أنت عارف إن هي مش موجودة في العراق. ها. يعني مش عارف، انا يعني ممكن اقول 2 أو 4، يعني الاجابة بين 2 و4. لا خالص، ايه رأيك بقى؟ لا 2 ولا 4. لا ده انا كده ساعدتك قوي. كده انا سهلتها لك قوي. يبقى مثلا مش عارف يعني 3 بقى. بتقولها على استحياء.
يعني ده مش متاكد يعني منها ما فيش بصراحه. غيرها طبعا، خان الخليلي عندنا في مصر فمش انا قلت يمكن يكون في معقول. يعني خان الخليلي في مكان تاني يعني ايوه نفس انت الاسم. وقعتني، انت كده وقعتني، خلتني اديتك الاجابه بتاعت السؤال. هو فعلا سوق المتنبي هو اسم اشهر سوق تاريخي في بغداد. انت كده على فكره يا احمد جاوبت 5 اسئله، وانت عارف نظام البرنامج، بعد السؤال الخامس هنقول لك باي باي، وارجع اتصل بينا تاني علشان ندي فرصه بس لمتسابقين تانيين يشاركونا في مسابقتنا. اشكرك وبرافو عليك، ومنتظرين اتصالك لو لحقتنا بقى. طبعا مدينة بغداد مدينة حضارية فيها كم كبير جدا من الآثار الرائعة اللي بتعبر عن حضارات عاشت على أرضها، وهي فيها مزارات سياحية على أعلى مستوى ومناظر طبيعية جميلة جدا. معانا سارة من أسوان. سارة صديقتنا اتصلت بينا قبل كده، أهلا بيكي يا سارة. أهلا يا سارة. اهلا بك. انت اتصلتي بينا قبل كده صح؟ طيب بصي يا سارة ايوه. عايزاكي الغي صوت التلفزيون، الغيه واسمعيني من التليفون عشان تسمعيني كويس. وطي التلفزيون خالص، الغي الصوت. ها لسه ما وطيتيش التلفزيون، في صدى صوت عندي. يلا وطي التلفزيون بسرعة. ها معايا؟ ايوه معاك. طيب يلا يا جميلة، اللي عشان وقت البرنامج احنا اسئلتنا عن مدينة بغداد عاصمة العراق، وسؤالك بيقول ما اسم الجامعة العريقة التي تأسست في بغداد سنة 1957؟ هل هي جامعة الكوفة، جامعة بغداد، جامعة الموصل، جامعة البصرة؟ ده سهل قوي، الإجابة سهلة جدا على فكرة. ها الجامعة العريقة اللي موجودة في بغداد، جامعة الكوفة، جامعة بغداد. جامعة بغداد، جامعة بغداد، جامعة بغداد. هنشوف حالا، هنشوف حالا. بس أنا بقولك مبدئيا أنت ذكية ولماحة، وأنا أحب المتسابقين اللماحين اللي لما أقول لهم على معلومة كده بسيطة يفهموها هي طايرة زي ما بنقول. برافو عليكي، هي جامعة بغداد. وندخل على السؤال اللي بعده، وده تاني سؤال لصديقتنا سارة من أسوان. ما اسم أشهر مكتبة في بغداد في العصر العباسي؟ هل هي بيت الحكمة، دار الكتب، مكتبة بغداد، خزانة العلوم؟ اختاري يلا يا سارة. بيت الحكمة، دار الكتب، مكتبة بغداد، خزانة العلوم. دي طبعا أشهر مكتبة في بغداد في العصر العباسي. يلا يا سارة عشان بغداد. مكتبة بغداد. تاني تاني؟ لا مش مكتبة بغداد. يلا اختاري حاجة من الثلاثة التانيين كده، طيرنا إجابة. يلا. تبقى 2 دار الكتب. دار الكتب؟ لا دار الكتب دي بتاعتنا بقى يا سارة، دي في مصر دار الكتب دي. يبقى عندك كده إجابتين، عندك 1 و4. اختاري. التالتة تابتة بقى. ها بيت الحكمة ولا خزانة العلوم؟ يلا الكمبيوتر، يلا بسرعة. خزانة العلوم. خزانة العلوم هو الكمبيوتر. لا استني بيت الحكمة. بيت الحكمة. طب نشوف كده. ها بيت الحكمة. برافو، بيت الحكمة، لحقت نفسك في آخر لحظة. يلا شطورة. ندخل على السؤال الثالث، وبيقول ما هو اسم الجسر الشهير الذي يربط بين ضفتي بغداد؟ جسر أو كوبري
بيربط بين الضفتين في بغداد طبعا. هل هو جسر الجمهورية ولا جسر النصر ولا جسر بغداد ولا جسر الرشيد؟ طب هسهلها لك يا سارة عشان انت بتتصلي بينا من بعيد من أسوان. الإجابة في رقم فردي، يعني 1 أو 3. يبقى هنلغي 2 و4، هنلغي جسر النصر وهنلغي جسر الرشيد. الاختيار بين جسر الجمهورية وجسر بغداد. مفيش أسهل من كده بقى يا سارة. ها يا جميلة. هنلغي جسر ايه؟ عندك اختاري جسر الجمهورية او جسر اسمه ايه ده، لخبطتيني والله. عندك جسر الجمهورية او جسر بغداد، اختاري واحد من الاتنين. يلا الوقت بيعدي. ها جسر بغداد. جسر برضو بغداد؟ انت معلقة على بغداد، يعني واضح ان الموضوع معاكي. مش عارفة اقولك ايه، تصدقي مش عارفة، يعني بحاول اسهل لك الدنيا وانت برضو مصممة. ها يا سارة، انت نمتي يا سارة ولا ايه؟ انت نمتي سارة؟ يا سارة هو الخط ايوه. انت معايا؟ سامعاني كويس؟ سامعاني يا سارة؟ ايوه. طيب اخترنا ايه؟ ما قلتليش. يلا. هو الظاهر في مشكلة في التليفون جسر عندها. بغداد. جسر بغداد؟ طب الكمبيوتر لا غلط يا سارة، غلط يا حبيبتي. اتصلي بينا تاني، هستناكي نكمل مسابقتنا مع بعض. انا مش عارفة هل هي اسئلة بغداد صعبة يا وائل ولا ايه؟ يعني مش عارفة الاصدقاء النهاردة ولا الحر مأثر ولا ايه والرطوبة. طب معانا علاء محمود من اسكندرية مرة تانية. اهلا بيك يا علاء. علاء اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. وطي التلفزيون اول حاجة عشان تسمعني من التليفون. ايوه معاك والله. طيب سؤالنا بقى هتكمل معانا، وبيقول ما هو اسم الجسر الشهير الذي يربط بين ضفتي بغداد؟ هل هو جسر الجمهورية، جسر النصر، جسر بغداد، جسر الرشيد؟ لو انت جسر متابع. الجمهورية. طبعا ما انت متابع المتسابقة اللي قبل كده. ايوه. برافو عليك، فعلا هو جسر الجمهورية، لان هي الإجابة المتبقية خلاص. هي تقريبا استنفذت كل الإجابات الغلط، ودي الإجابة الصحيحة المتبقية. هو حظك ونصيبك النهاردة كده، بما انك بقى أول مرة تتصل بينا. تمام يا علاء، هو فعلا جسر الجمهورية هو الجسر الشهير الذي يربط بين ضفتي بغداد. برافو عليك. ومكملين مع صديقنا الجديد علاء من اسكندرية، والسؤال بيقول ما اسم الحي الذي يشتهر بالكتب والثقافة في بغداد؟ هل هو الكرادة، المنصور، الأعظمية، شارع المتنبي؟ بص، هو الاسم المختلف في الأربعة دول. شارع المتنبي. شارع المتنبي. كم في المية متأكد من الإجابة؟ هي علاء كم في المية متأكد من الإجابة؟ 90%. كم؟ كم؟ 90%. 90%، نسبة كبيرة جدا، يعني 90. واثق منها. برافو عليك، هو شارع 90. المتنبي. صح، هو شارع المتنبي هو اسم الحي الذي يشتهر بالكتب والثقافة في بغداد. طيب السؤال اللي بعده بيقول ما اسم السور الذي يحيط ببغداد القديمة؟ هل هو سور بغداد العظيم، السور العباسي، السور الأموي، السور الذهبي؟
هو يا السور الاموي يا السور العباسي. صح، هو السور الاموي او عفوا السور الاموي او العباسي، انهون فيهم بقى؟ اختار طب بسرعه. سهلها لي شويه. ايه؟ ما انت خلاص، هي الاجابه بين حاجتين، العباسي او الاموي. واحد من الاثنين، بسرعه. الاموي. الاموي؟ الاموي. للاسف الاموي. هو السور العباسي. خليك معانا يا علاء، احنا كده جولتنا انتهت في بغداد، وهنشيل شنطنا ونركب الطيارة في ثواني ونرجع لمصر ومكملين مسابقتنا عن الجميلة مصر. خليك معانا على الخط، يلا بينا نرجع على مصر. اهلا يا ايمان من بورسعيد. انا بيعجبني اصرارك يا ايمان ان انت تتصلي وتحاولي معانا لغايه ما توصلي لنا. اهلا بيكي يا حبيبتي. معانا ايمان، سامعاني يا مساء ايمان؟ العظيم، يا مساء الورد، يا مساء الحب والحنان، يا مساء الياسمين والورد الجميل اللي شجع عبير منوره القناه الثالثه. وعلى فكره لما دخلت معاكي في اول السؤال كتبت لك مدينه السلام وحضرتك كتبت لي لا يا غلط. معقوله؟ يعني مش عارفه اقول لك ايه يا حقك استاذه عبير. عليا، هعوضها لك دلوقتي، حقك عليا يا ايمان. لا طب لا ولا عموما حاجه ولا حاجه والله، عادي عادي حبيبتي، يا ما انت استاذه عبير. صديقتنا الدائمه الجميله اللي كلنا بنحبها والله انا وبنسعد دايما بيها. بضحك معاك يا استاذه عبير والله، ده حسب عنا وثقافتنا الحمد لله. اهلا بيك يا حبيبتي. طب احنا خلاص سيبنا بغداد ورجعنا مصر دلوقتي، فهنسال عن مصر. اوكي، يلا بقى ننشط مع بعض كده. وسؤالنا عن مصر بيقول مدينه منف القديمه هي ايه يا ايمان؟ الاقصر، جرجا، ميت رهينه، اسوان. منف القديمه ايه هي؟ الاقصر، جرجا، ميت رهينه، اسوان. وعشان اعوض لك الدروب اللي حصل في الاول، هنشيل طيب ممكن المخرج وائل بيقول لي شيللها. بص، وائل بيقول لي شيللها 3 اجابات، بيعزك جدا يعني، هيديك الاجابه الصح على طول. تقديم سؤالين. بصي هنشيل 1 و4، يبقى عندك جرجا او 100 رهينه. الاسهل ايه بالنسبه لك؟ ها؟ طب انا بقى بقول رقم 2 الاجابه او رقم 3، واحده من هي رقم 3. رقم 3 برافو، هي 100 رهينه الاسم القديم لمدينه منف. تمام، برافو عليك يا ايمان. ويلا السؤال الثاني لايمان حبيبتنا من بورسعيد. ترعه الاسماعيليه انشئت في عهد مين؟ ده سؤال سهل جدا على فكره. الخديوي اسماعيل، الخديوي عباس، الملك فؤاد، محمد علي باشا. ترعه الاسماعيليه باينه من اسمه على فكره يا ايمان، باينه من اسم الخديوي. ترعه الاسماعيليه انشئت في عهد مين؟ الخديوي اسماعيل، الخديوي عباس، الملك فؤاد، محمد علي باشا. اعتقد هي رقم 1 الخديوي اسماعيل. الخديوي اسماعيل رقم 1. نشوف كده.
وزي ما قلت إن لك شاء هي الله. باينه طبعا من اسمه. برافو عليكي. هي ترعت الاسماعيليه، انشئت في عهد الخديوي اسماعيل. طيب نشوف السؤال اللي بعده. بيقول أشمون مدينة قديمة منذ العصور الفرعونية، معنى اسمها إيه؟ أرض الشمس، أرض الخير، أرض الجبل، أرض الإله. مم. أشمون الاسم الفرعوني بتاعها إيه؟ يبقى رقم واحد أرض الشمس. أرض الشمس. ها طيب. طب خلاص. نقدر نقول اللي هي أرض الخير رقم اثنين. بصي خليكي في الأرقام الزوجية، يعني عندك 2 أو 4. 2 أو 4 يعني عندك أرض الخير أو أرض الإله، اختاري. طيب خلاص خلاها رقم ثلاثة. اللي كان فاكر بقولك ثلاثة. خليكي في الأرقام الزوجية يا إيمان، عندك 2 أو 4. الإجابة الصح في 2 أو 4. إيه؟ يبقى هتختاري إيه؟ ها؟ 2 4 معلش أنا آسفة. 2 أو 4 والسؤال صح. عندك على الشاشة. أرض الخير ولا أرض الإله؟ بسرعة يا إيمان عشان الكمبيوتر والوقت. وكان محتار بين أرض الخير وأرض الإله. يلا اختاري واحدة بسرعة. خلاص خلاها رقم اثنين. خلاها رقم اثنين. أرض الخير؟ ذنبك على جنبك، انت اللي اخترتي. غلط يا إيمان، مش مشكلة. مش مشكلة، انت جاوبتي معانا سؤالين، شطورة. هنستنى اتصالك تاني برضو، ايه نكمل مع بعض. إيمان صديقة جميلة وعزيزة وبتكلمنا من بورسعيد. مين معانا بقى آخر تليفون؟ طيب سارة، قدامنا وقت قد ايه؟ طيب سارة من أسوان مرة تانية، أهلا بيكي يا سارة. سارة أهلا. يلا يا جميلة. السؤال بيقول ايه؟ بيقول أشمون مدينة قديمة، احنا خلاص سيبنا بغداد بقى ورجعنا مصر، اوكي؟ أشمون مدينة قديمة منذ العصور الفرعونية، معنى اسمها ايه يا سارة؟ أرض الشمس ولا أرض الخير ولا أرض الجبل ولا أرض الإله؟ رقم 4 أرض الإله. أرض الإله. انت متابعة بقى يا إيمان، متابعة إيمان من بورسعيد. جميل. طب نشوف كده الكمبيوتر هيختار أرض الإله ولا لأ؟ الكمبيوتر نام ولا ايه يا وائل؟ برافو برافو، فعلا هي أرض الإله. وناخد السؤال اللي بعده يا سارة. بيقول قرية دون شواي أحد قرى محافظة إيه؟ المنصورة، المنوفية، القليوبية، الدقهلية. لو أنت طبعا دارسة تاريخ وكده أو قارية هتعرفي قرية دون شواي دي كانت في محافظة، أو هي في محافظة إيه؟ المنصورة ولا المنوفية ولا القليوبية ولا الدقهلية؟ رقم 2 المنوفية. المنوفية صح، برافو عليكي، برافو يا سارة. وندخل على السؤال اللي بعده. مسجد، وده آخر سؤال في حلقتنا النهاردة، إن شاء الله تجاوبيه صح. بيقول مسجد محمد علي تم تصميمه على الطراز الإيه؟ المملوكي ولا العثماني ولا الفاطمي ولا الحديث؟ طبعا مسجد محمد علي ده موجود فوق في القلعة، وليه صور طبعا، وبنشوف له اللي بيزور طبعا القلعة لازم يعدي يزور مسجد محمد علي. فالمسجد ده اتبنى رقم 2 العثماني. العثماني. انت في حد بيغششك يا سارة ولا انت شطورة كده ما لوحدك؟ لا أنا واخداها في التاريخ قبل كده. برافو، هو فعلا مبني
أو تصميمه على الطراز العثماني. برافو عليكي يا سارة. في سؤال تاني يا وائل؟ في فرصة؟ طيب احنا كده وقتنا انتهى يا سارة، بس انا مبسوطة ان انتي كلمتينا، وهننتظرك انتي وكل الاصدقاء الجدد والاصدقاء الدائمين معانا الاسبوع الجاي في نفس الموعد يوم الاثنين مع شنطة سفر، جولة سياحية ثقافية جميلة جدا، والأجمل تواصلنا مع حضراتكم. في النهاية بأرسل لكم تحيات أسرة البرنامج، أسرة الإخراج وائل حسن وأحمد حسني. وقبل ما أختم صحيح التهنئة، كويس إن أنت فكرتني، معانا تهنئة من الجد عبد الكريم صابر والجدة إظهار عبد المعطي والعمة والعم آية وبدر ويوسف عبد الكريم وأولاد العمة جنى وفاروق ومودة عبد الجليل، والجدة نوارة عبد المعطي وأولاد الخالة بوسي وحنين وشهد جمال يهنئون أحمد عبد الكريم وبطة بالمولودة الجميلة كندا أحمد عبد الكريم. ألف مبروك على المولودة الجميلة كندا وتتربى في عزكم. وكده انتهى وقت حلقتنا. برسل لكم تحيات أسرة الإخراج وائل حسن وأحمد حسني، وبشكر كل زملائي في استوديو 7 على الهواء، ولكم مني دائما وأبدا أرق تحياتي عبير محمود. نقابلكم الاثنين الجاي إن شاء الله. إلى اللقاء.